نبدأ بسم الله. أول فكرة هنعملها من جيركن الكلور البلاستيك، هنقطع الجزء اللي تحت ده بقطر أو بمقص. ممكن تفتحي فتحة صغيرة بالقطر وتكملي بالمقص، وهبتدي أرش الجزء ده بالسبراي المطفي الأسود اللي هو سبراي الدوكو. هغطيه كله، مش هرش القاعدة خالص علشان الحاجة اللي احنا هنحطها عليها ما تتأثرش مع الوقت. وبعد كده هرش الجزء اللي فوق بس بالسبراي الذهبي، وهرش بزيادة شوية بحيث ان هو يسيل عليه كده ويديني منظر حلو. بصوا الفكرة بسيطة وسهلة ازاي وسريعة، عملنا منظم حلو قوي لأدوات المطبخ. تاني فكرة هنستخدم الشنطة القماش اللي هي شنط المشتريات. انا هطبق فوطين كده على قد الشنطة، وهبدأ ادخلهم في الشنطة وهظبطهم كويس. هحط الفوطة التانية اهي بالشكل ده، بحيث ان انا اخليها شبه المخدة كده. انا عايزة يبقى ليها سمك ويبقى ليها حجم بالشكل ده. شايفين حجمها؟ اهم حاجة نظبطها كويس قوي. انا اخدت حوالي يعني ازيد من نص الشنطة بحاجة بسيطة خالص. هدخل الزيادة بتاعت الشنطة كلها في بعضها كده، هتنيها لجوه بحيث ان هي تبقى محكمة معايا. هجيب الخيط اللي انا هستخدمه. انا هستخدم خيط الخيش اللي هو السميك شوية، وهبتدي كده من على الحرف من فوق، هبتدي ألزقه بالشمع، وهتك على كل جزء بلزقه كويس قوي علشان اتأكد انه ثبت في القماش كويس قوي. حوالين داير بقى كده هنعمل الإطار كله من فوق، وهنبتدي بقى على أساس الصف اللي احنا عملناه ده نمشي وراه كده. هعمل حوالي 5 صفوف بالشكل ده. هسيب الخيط، مش هقطع الزيادة. عملت كيس كفر خارجي كده، هيبقى كيس على قد الشنطة قست كده طول والعرض، وهبتدي اقفله. نختار القماشة اللون اللي احنا حابين نعمله كفر خارجي. فكرة سهلة والفكرة نفسها حلوة قوي، يعني الطريقة اللي احنا هننفذها بيها ممتازة وسهلة جدا، اي حد ممكن فعلا يعملها. هقفل الجنبين وهسيب الجنب اللي فوق ده مفتوح، وهدخلها كده زي الكيس، وهبتدي بقى عند الزوايا كده هدخل الزاوية لجوه والزقها بالشمع بحيث ان انا اعمل القاعدة بتاعتها تترسم معايا القاعدة. الطريقة دي سهلة خالص برضو. خلي بالكوا القماش بيلزق بالشمع كويس قوي. هاجي بقى عند اخر صف عملته من الخيط، وهثبت القماشة كده بالطريقة دي. هثبتها كويس قوي بالشمع. انا عايزاها تبقى على اخر صف بالظبط، لان انا هبتدي الف بقية الخيط عليها. انا ما قطعتش الزيادة بتاعة الخيط علشان هلف بقية الخيط عليها، علشان الخطوة دي هتثبت معايا الخيط جدا في القماشة في الكفر الداخلي والخارجي، وكله خطوة مهمة قوي. اهو نيجي بقى لاخر طرف من الخيط اهو، هبتدي بقى الف كده. شفتوا الفكرة حلوة جدا. حتة حتة بقى هنثبت، يعني انا هلف حوالي مثلا 5 صفوف كمان من الخيط، يبقى انا لفيت 5 صفوف قبل ما احط الكفر الخارجي، و5 الصفوف التانيين هلزقهم على الكفر نفسه، وبس كده. انا مش هكمل كل المساحة. هنقفل بقى النهاية كويس قوي، هنثبتها بالشمع، وهنشيل الزيادة من القماش. هنطلع الاول الفوط اللي احنا كنا مدينها حجم بيها دي، وهنشيل بس هنسيب حوالي مثلا شبر كده او 5 صوابع من الشنطة الزيادة اللي هي البطانة بتاعتها، وهنتنيل جوه بالشكل ده. انا هثبته بالشمع. شايفين بقى الطرق بتاعت البطانة السهلة؟ طبعا من اصعب الخطوات ان انتي تعملي بطانة للشنطة وتعملي قفل وتعملي شنطة اصلا. انا جايبه لكم طريقة سهلة قوي. هنا هنعمل اليد. انا استخدمت خيط المكرمية. طبعا هنختار الوان متناسقة مع بعضها. انا اخترت اللون الاوفوايت ده، لون الارضية بتاعت القماش اللي انا مستخدماه للكفر الخارجي. عملت ضفيرة، وهثبت النهاية والبداية بالشكل ده. هنعمل قطعتين قد بعض بالظبط. هتطولي او تقصري على حسب ما انت عايزة اليد قد ايه. انا هعملها كده بالشكل ده.
وهنثبتها بالشمع. بعد ما هثبتها بالشمع انا هخيطها من جوه، بس انا ما صورتش الخطوه دي للاسف، ما اتصورتش. انا ثبتها كمان بالخيط من جوه بحيث تبقى الايد بقى هي دي اللي هتشيل الشنطه كلها. بس ضروري قوي نثبت بالشمع علشان نحدد مكان اليد وما تتعبنيش وانا بخيطها. الخطوه دي جميله قوي برضو، اللي هي الفينش بقى. هنحط الخيط او الشريط الشراشيب ده، برضو اخترته نفس لون الخيط اليد والارضيه بتاعت الشنطه، اداني شكل رائع. شنط المصايف وشنط الصيف اللي بتبقى غالية قوي وب350 و450 ومش عارفة ليه الغلو ده، مع ان الخامات بتاعتها متبقاش غالية قوي بالطريقة دي. احنا عملناها يعني ما كلفتناش غير هو تمن الخيط. انا عملت لها القفل كمان بسكوتش، يعني ما كلفتش بقى ولا قفل ولا سوست ولا الكلام ده. جميلة جدا وعملية وخطيرة. هتروحي بيها بقى مصيف، هتخرجي بيها على طقومة الصيف. الصنادل اللي بتبقى الخيش دي اللي طالعة موضة، او الصنادل والسليبرات اللي بتبقى بخيط المكرمية المنتشرة دي، هتبقى روعة معاها بجد. اتمنى ان انتوا تجربوا طريقة الشنطة دي، وافكار الفيديو بجد النهاردة رائعة وسريعة كمان. انا مسرعة الفيديو ومديالكم يعني اوقات بسيطة قوي، بحيث ان انت توصلك الفكرة من غير ما نطول الفيديو. الفكرة التالتة معايا، استخدمت جيركن البرسيل ده. اخدت الجزء اللي تحت بس، وهبتدي اغلفه بالشكل ده باي قطعة قماش. جماعة لما بقول لكم بستخدم قماش، احنا ممكن نستخدم اي قماش من ملابس قديمة عندنا، ملابس ما بقيناش محتاجينها. نستخدم اي قصاقيس قماش من مفروشات برضو، يعني القماش اي قصاقيس من القماش بتنفع، فما نتخلص منها لا، احنا هنعيد استخدامها وخليها كده عندك، اكيد هتلاقي لها استخدامات حلوة. يعني اغلب الشغل اللي احنا بنعمله بنحتاج قماش. بديل بقى ان انتي تستخدمي ستيكر او دهان او كده، فاحنا ممكن نغلف اي حاجة بالقماش زي كده. اهو غلفتها وغلفت القاعدة. بعد كده هعمل لها بقى الكفر الداخلي ازاي. هاخد المقاس كده المحيط بتاعها بقطعة قماش، وهقفل الجنبين. خلي بالكم انا قفلت القماش على القماش، ما ثبتش القماش في جسم المنظم خالص. اهو هثبته كده، يبقى انا كده خدت الشكل كله. هبتدي بقى اشيلها اهو، وهدخلها لجوه، وهتني الحرف لبره بالشكل ده. سهله جدا جدا برضو الطريقه دي. النهارده جايبه لكم الطرق السهله كلها. هثبت الاحرف بس. نعمل بقى اي اطار كده على الحرف. خيط خيش عندك، اي شريط تزيين، شريط من ملابس قديمة برضو تزيين، حتة جوبير، اللي عندك استخدميه. خدي الفكرة نفذيها بالخامات المتاحة عندك، ما تصعبيش حاجة على نفسك، يعني ما تخليش حاجة توقفك. مش عشان انا مش عندي نفس الخامة دي فانا مش هعمل الفكرة، لا، نفذيها بالخامات بتاعتك. نعمل لها يدين كمان بعد ما عملنا الاطار بتاعها كده. خطير، شكله خطير، تحفة 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 والله، احلى من المنظمات الجاهزة، وشكله في منتهى الشياكة. يعني تستخدميه كده بقلب جامد في اي جزء من البيت عندك في اي مكان، بجد شكله حلو قوي. دي كانت سلسلة كده في بلوزة قديمة عندي، بصوا حطيتها هنا غيرت شكله جدا بجد، اضافت اضافة حلوة قوي، شكله بجد علت من شكله. بصوا الجمال. حطيه بقى على التسريحة، حطيه في اوضتك، حطيه على كومود، حطيه في اوضة الاولاد، حطيه في دولابك، حطي فيه حاجتك، ممكن لتوك البنات، لحاجات كده خاصة بيكي. تحفة. هي يعني بصوا منظم لكل حاجة، ممكن تحطي فيه ازاز البرفانات مثلا، ازايز لوشن عندك. بقية الجيركن هنعمل منه فكرة حلوة أوي برضو. انا هاخد الجزء اللي فوق ده اللي هو بتاع الغطا، وهقص الزيادات كده بالراحة بالمقص علشان اسويه، وهجيب غطا تاني نفس المقاس ده. الغطا الاحمر ده غطا جيركن الصابون،
هثبته بالشمع، يبقى الغطا الاصفر متحرك بيفتح ويقفل والغطا الاحمر ثابت. بصوا عملنا علبة محكمة جميلة جدا بتتقفل بشكل محكم جدا. دي بقى انا حطاها في شنطتي، يعني انا عاملة الفيديو ده من فترة على فكرة وحطاها دلوقتي في شنطتي